صدقوني مهما كانت نتيجة المباراة مستوى المنتخب الوطني الجزائري ما يستاهلش انه يتأهل للمونديال بهذا المستوى وبهذا التكتيك. سؤال فقط، هل بيتكوفيتش حقيقة هو مدرب المنتخب الوطني الجزائري؟ هل بيتكوفيتش الذي درب سويسرا ودرب لاتسيو هو حقيقة هو اللي يدرب الآن المنتخب الوطني الجزائري؟ كرة عشوائية، منتخب من دون روح، إقحام لسعيد برحمة يطرح لدينا تساؤلات. سعيد برحمة اللاعب الذي لم يقدم ولا شيء للمنتخب، زيد دخلته كأساسي مر ما كان سبب في خسارتك أمام منتخب غينيا. وسط ميدان المنتخب غائب، دفاع غائب، سلامة موندريا اللي تصدى الهدفين. شوط أول كارثي، لم نقل أسوأ شوط في تاريخ المنتخب الوطني الجزائري، منذ سنوات لم نرى هذا المستوى. ادخلتمونا التاريخ من الباب السلبي، ما عندنا مده من زمان ما شفناش منتخبنا الوطني يلعب بهذه الطريقه العشوائيه التي تذكرنا بايام الجاهليه وايام رابح مواجهه. حاشا رابح مواجهه على كل حال، حتى هو من الكفاءات اللي ربما ظلمناهم مقارنه بهذا المستوى اللي نشوفه. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم اللي درتوا في هذا المنتخب هكذا، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم اللي درتوا لهذا المنتخب هكذا. وين كنا ورانا؟ ما كاش لحمه، ما كاش ايكيب، ما كاش فريق، ما كاش لعب جماعي، ما كاش خطه، ما كان حتى شيء في هذا المنتخب. في زوج مقابلات هما بغاو يغلطونا، حتى المقابله تاع بوركينا فاسو تاع لافريك دو سود، وحتى الفريق البوليفي برك ما نخرطوش، ولينا نتعادلوا في بلادنا ولاو يفرحوا، غير باغي يغلطونا. اليوم يغلطونا، راني نقول لك رغم النتيجه الا الاداء سيء وسيء وسيء بشهاده الجميع. بمشقة الأنفس، بمشقة الأنفس، بمشقة الأنفس ربحنا بجوج لواحد، مشقة الأنفس. شد عليا نطلق عليك. الشوط الأول للنسيان، تبهديله في الشوط الأول، ما كناش كاع في الشوط الأول. الشوط الثاني جات محاولة في الدقيقة 47 48 جابوا التعادل، زاد واحد شوية عمورة سلك الحريرة مع منتخب مهلهل، راس مهلهل. نادي يلعب مع أوغندا يربح، نادي هاوي ديال الهوات ماشي ديال نادي كبار. إذا نهاية المباراة، تعبنا أكثر من لاعبين في هذه المباراة التي لم نشاهد فيها منتخبا وطنيا يمكن أن تعتمد عليه، خاصة من الناحية الدفاعية. موندريا له ربما التحية الكاملة في إنقاذه للعديد من الكرات في الشوط الأول، لأنه كان بالإمكان أن تنتهي القصة بأسوأ مما كان. الحمد لله 3 نقاط جدا ثمينة في مشوار التأهل إلى المونديال، لكن يجب على بيتكوفيتش تصفية العديد من الأسماء التي لا تستحق التواجد في التشكيلة الأساسية، وتصفية العديد من الأسماء التي لا تستحق التواجد حتى في القائمة. هذه من ناحية أولى. من ناحية ثانية، الفوز اليوم يحسب لمحمد لامين عمورة اللي استرجع العديد من الكرات واللي صنع العديد من الفرص، لأنه عملية البناء لم تكن موجودة، البناء من الخلف لم تكن موجودة في المنتخب الوطني الجزائري. الأهم أنه فزنا ب3 نقاط ثمينة جدا في مشوارنا للتأهل إلى المونديال بحول الله. طبعا نبقى خلف المنتخب، لكن وجب الوقوف على الأسماء التي لا يمكن أن تقدم للمنتخب. هناك العديد من الأسماء التي انتهت قصتها مع المنتخب، ما دام مازال ندوا الفرصة لهذه الأسماء راح نزيدوا نساكريفي وراح نزيدوا. لم أرى مستوى ضعيف الشوط اول في تاريخ كرة القدم الجزائرية. لم ارى فريق المنتخب الجزائري يلعب بهذه الطريقة. كي تقول لعب ما لعبش، هذه ما تقدرش. لعبنا مع فريق ضعيف وضعيف جدا. أسوأ فريق لعبنا ضده هذا هو فريق الاوغندي. لم نستحوذ على الكرة، لم ما درنا والو، ما درنا، وبليس كنا خاسرين. بعد الشوط الأول الكارثي الذي شاهدناه للمنتخب الوطني الجزائري، أتى التدارك في المرحلة الثانية، وهذا شيء يحسب للناخب الوطني بيتكوفيتش. هذه من ناحية أولى، لأنه لو بقى المنتخب بنفس المستوى اللي شفناه في الشوط الأول صدقوني كأس إفريقيا ما نروحولهاش. هذه من ناحية. من ناحية ثانية، السبب الرئيسي اللي خلانا نفوز في المباراة هو الحارس موندريا بتصديه لهدفين كان بالإمكان أن يكون حاسمين لمنتخب أوغندا، وأيضا عمورة الذي استرجع كرات عديدة، لأن عملية البناء من الخلف لم تكن موجودة في المنتخب. لذلك وجب علينا استرجاع الكرة في منطقة الخصم. عمورة قام بدور كبير، ويوسف عطال أيضا. يمكن القول بأنه الفوز ب3 نقاط من الأراضي الأوغندية يمكن أن نعتبره إنجازا بحد ذاته للأسف الشديد، في ظل هذا المستوى الكارثي الذي ظهر به المنتخب أتحدث في الشوط الأول. لكن المهم 3 نقاط خارج الجزائر وفي قلبها الغالي إفريقيا. واش غادي نقول لك؟ بيتكوفيتش عندك خدمه كبيره بزاف، وهذو اللي حطموا اتحاد العاصمه بغاو يحطموا حتى ليكيب ناسيونال وبغاو يحطموا حتى البطوله. من الاخر انا نقولها شويه، نجيبها صراحه، وداخلين فيها حتى صحافه الزيكو، وداخلين فيها بزاف ريوس. الصحافه هذه اللي راها درك تدور كيفاش تحصل، راه انتصروا اليوم. كون حصلتها عاودنا في المغرب والقجاع والروينه وكذا. انتصار بمشقة المنتخب هذا ما يبشرش بالخير. وما تقولوا ليش انايا بان غادي يخرجوا لنا هنا يعاود يعيطوا علينا يقول لك منتخب عالمي. كان والو، بوم برم، مشات محاوله واحده تماركات، الزوج عاود بوم ومشات لعندو باش يجري فيها تماركات. ما تجيوش تمرضونا في راسنا وتقولوا لنا تيكي تاكا ومنتخب عالمي ودرنا صافي. خاص الخدمه ومازال الخدمه، وشويه بشويه انتصار يردك شويه، ولكن مازال الخدمه، لانه موراك زوج عندهم 6 بوان، وغينيا تربح اليوم تولي عندها 9 بوان. الا موراك 3 عندهم 6 بوان، وغينيا الا ربحت الموزمبيق تولي عندها 9 بوان، وتبقى ديما مرسوق موراه. فهمت؟ يعني ما تجيوش تمرضوا لنا راسنا، لانه المنتخب مازال بعيد على المستوى ديالو على والو. يعني هذه الصراحه وهذه الحقيقه.
واضحه وشوط اول للنسيان، ماش في المستوى، ولكن نظن باللي في غرفه تغيير الملابس اللاعبين والطاقم الفني قدم تعليمات خاصه، الشيء اللي خلى اللاعبين دخلوا بقوه. وكان بدينا بهدف مبكر في الشوط الاول ثم زدنا الهدف الثاني، كنا قادرين نزيدوا الهدف الثالث، ولكن الشيء اللي مليح اليوم اننا 3 نقاط، المهم 3 نقاط، وحتى في الاخير شفنا روح المجموعه وروح العزيمه باش حافظنا على هذاك يعني الهدف اللي كان يخلينا باش نعودوا 3 نقاط. الحمد لله رب العالمين. نظن باللي اليوم الفريق ظهر بالوجه اللي نحبوه خاصه في الشوط الثاني. ننساو هذه المباراه، والطريق مازال شاق وطويل. الطريق لا زال شاق وطويل، ومنتخبات افريقيا في تطور، وحنا منذ 2021 ونحن في تدهور، باش نكونوا موضوعيين ومحترفين طبعا في الطرح تاعنا. مثلا نحن الجزائر، وحنا عندنا لاعبين في البطولات الاوروبيه، ونحن احنا منتخب عنده ليستوريك نعم، لكن المنتخب الحالي منذ 2021 لغايه 2024 منتخب راه في اطار، راه في طور التطور وفي طور البناء، يعني ماناش منتخب قوي باش نكونوا ايضا نحطوا رجلنا فوق الارض. تعليقك محمد شعيب؟ لا شوف، كي تشوف الاخطاء اللي قاموا بها خاصه اون بريمير ميطون، نهضروا على بريمير ميطون، لي ديفونسور على بالك في المستوى هذه اصلا في المستوى هذه ممنوع ديال الاخطاء هذوك، ممنوع. نهضروا على بريمير ميطون، فلكنا نورمالمون لو ماتش تيرمين على لا بريمير ميطون 2-0. ils ont créé beaucoup plus d'actions d'occasion que والحارس موندريا اللي انا شكون بونجاح بونجاح عرفت واحد انا شوف لي بلوموفي اليوم بونجاح كاع لا كولون فيرتيبرال، بونجاح بن طالب موندي فوزي لي بالايريان ديفونسيف كان غايب بونجاح ما سبب ظهوره بهذا لا بونجاح هكذا بونجح ولا مشات له او يماركي لك 2 اهداف ولا مشاتلوش، تضرب فيه وتخرج ما تجي داخله تضرب فيه هدف عوار ضربت فيه الهدف تاعها كي سجلها كي ضربها بن رحمه ضربت فيه بونجح وعاودت ولات مزيان، عاودت ولات سينو ما تماركش البيت. اسمح كاين المدنيه التدخلات تاع المهاجمين تاع اوغندا ولا خطا ولا خطا وهذا باش يميز بين مدافع كبير ومدافع صغير. ولو مونك ديكسبيريونس تاع مدني في هاد لي 4 ديفونسور سيتي لو ميور فيهم. بونجح لم يزعج المدافعين، لم يلعب بدون كره. لا شوف، انا طاكون اللي يلعب بدون كره لازم يكون ديجا بري باش يدير لي زيفور ويلعب ضوء بيت، ولازم تهبل وتخرج ديكروشي باش تلعب. شفت هذيك اللي عوار جا بها واحد ما خرج، كنا في الكواليس محمد خليك محمد يخرج يلعب، انا جايب الكره ولا انت تخبى لي محمد وميدو يتخبى ومحمد يتخبى، انا اللي من ابار ليكسبلو انديفيديوال لازم ندرب لي 2-3 باش نوصل للاخر، ولا ما تخرج ليش انت مخبي هذا مخبي توجور يكون عندنا مشكل. نعم ميدو، انتهى الشوط الاول شوط الكوارث، وجاء الشوط الثاني وجاء الفرج وجاء الهدفان، الهدف تلو الاخر، وصحح المنتخب مساره في هذه التصفيات. الحمد لله اننا سجلنا هدفين في الشوط الثاني جنبانا الكثير من الامور، لان فوز المنتخب الوطني الجزائري اليوم ليس فوز 3 نقاط او فوز او مجرد فوز في تصفيات شاقه وطويله ضمن سباق التاهل الى نهايات كاس العالم، ولكنه فوز اعاد الثقه للاعبين، اعاد الثقه للمدرب، جنب المنتخب منعرجا حاسما في هذا التصفيات، اعاد الهدوء لكامل محيط المنتخب الوطني الجزائري. عدد الركنيات للمنتخب الاوغندي، شوف شحال من بالاريتي داها ديفونسيفمون شبالا، شوف شحال من بالاريتي داها ديفونسيفمون لي كورنر. نحبوش بها احنا حبينا نديو اوفونسيفمون، نو مي بصح باش ما نظلموهاش ثاني كان مليح شويه دا بلوسيور بال ديفونسيفمون. لا لازم واش يفتحوا لي زوكازيون يعطوا ماركي توس وهذاك من خدمتك تعاود ديفوندي تحبط لي بالاريتي. نعم عوار امين، كنا نعتقد بانه اللاعب يعني بثوب اوروبي لا يتحمل قساوه وحراره ورطوبه افريقيا، لكن اليوم اثبت بانه جدير بالدخول اساسيا، جدير بوضع الثقه فيه. هل تعتقد ان عوار عاد بعدما اعتقد الجميع بانه راح واندثر؟ اكيد في الشوط الاول كان قدم مستوى باهت في صوره كل الفريق، في الشوط الثاني قدم مستوى احسن، استيقظ خصوصا بعد تسجيل الهدف الثاني. سجل الهدف الاول، سجل هدف تعادل، كان تحرر، حتى كل اللاعبين تحرروا، تشعر وكانهم تحرروا من ضغط كبير وهائل. بعدها بدانا نشاهد المنتخب الوطني يحاول الحفاظ على الكره اكثر، خصوصا بعد الهدف الثاني الذي سجله بالرحمه. عوار شاهدنا النسخه الافضل منه بعد خروج بن طالب ودخول زروقي وعوده بن ناصر الى مركزه الاصلي كلاعب وسط ميدان دفاعي، ومع تقدم زروقي قليلا الى الامام مع الهدوء الذي جلبه زروقي بتمريراته القصيره في وسط الميدان. عوار تحرر وكان قاد العديد من الهجمات المعاكسه في الشوط الثاني، وكراته تقريبا كلها كانت صحيحه، عكس الشوط الاول اين كان مستواه سيئا وارتكب الكثير من الاخطاء. نعم بعد هدف التعادل جاء الهدف الثاني، نشاهده سويا ونحاول ان نعلق عليه. تفضل فوزي. الهدف الثاني كما قال الاطراء هجمه معاكسه، شفنا باللي السرعه تاع وهاجم انا عجبني المدافع اللي طاح. لا ماشي ما طاحش، هذا محتاج تدخل الحرب، ماشي عاود شوف اللقطه مليح،
شوف كان ذكي جدا عمورة. عاود شوف اللقطه واش دار. كي شاف المدافع كي شاف روحو لحق المدافع واش دار؟ دار شكون كان المهاجم؟ بالرحمه دار بالرحمه دار راح يباسي. شوف ديزيكيليبر ديفونسور مزيان. هل سقط المدافع لوحده ام اسقطه؟ انا اظن البوزيشن ديالو ولا فقد التوازن. بس عمورة هو الذي دفعه لفقدان التوازن. طبعا عمورة يدفعوه. شوف اولا السرعه وثانيا التمويه الجسدي. محاول تشوف اللقطه كي كان قريب يلحق كي شاف روحو قريب يلحق الديفونسور المدافع واش دار براسه وكانه راح يمرر بالرحمه. المدافع من بعد كمل عاود نطالع هو اللي فقد التوازن. المهاجم اللي جبره محمد هدف جميل كما هضر امين على ديزيكيليب تاع الديفونسور كي طاح. عمورة قام بلقطه سريعه وعرف وين يمد الكره. كان قادر يروح بها بصح مدها افضل وبالرحمه زاد دار الكروشي وسجل كما يقول لك. رجعنا لقطه الهدف من فضلك حمزه حتى أن نعيد مشاهده هذا الهجوم المرتد السريع. قاسي سعيد واحد من الاسلحه الفتاكه للمنتخب الوطني. سجلنا في الموزمبيق هدفين بهذا الشكل. وشوف هنا لامين شوف هنايا عمورة راه يجري للامام والمدافع راه يجري للور بالطبع يفقد التوازن تاعو، خاصة لما يعرف بلي عمورة قادر يمشي على الجهة اليسرى وعمورة شاف على الجهة اليمنى، ولكن هو يجري للدفاع تاعو. ما كاينش حاجة خطر المدافع لما يكون يجري. ركز لي هنا على البرودة تاع بالرحمة. شوف البرودة تاع بالرحمة. شوف كيفاش طاح. لا بونجاح في لقطة مشابهة مثل هذه ضربها في اللقاء الماضي. كروشي هذا واش كان لازم يدير بونجاح. بارك الله فيك. برودة شديدة. بصح هذه ماشي كل اللاعبين يديروها. كان اللي يخرج فاس فاس ما يديرش ما كروشي يضرب يحب يماركي. كاين اللي فوزي سجلت هكذا هدف امام جنوب افريقيا تقريبا بنفس الطريقه. كروشي ما مارك فيش. دير كروشي باش تيليميني لو جوار. نعم. وتضرب. بونجاح في المباراة الماضية فوزي شاهدوا لما عطاو له الكرة على طبق ضربها. تاع بونجاح ما ضربهاش القاعة. فيش ليها يعطيها لك عطاها له عمورة. هو لو كان رفدها يديرها متيضو بتدخل كيفاش ولا يدير له راطو الجوار يطيح يماركيها. فوزي البيت عوار كونتر باطل ما تدخلش. شكرا جزيلا لكم مشاهدي الافاضل.